محدش فيكم عايز أم يا ولاد؟ محدش فيكم نفسه في أم حنينة وبتعرف تاخد بالها من ولادها، أم تحضن وتطبطب وتخفف الوجع، أم تطبخ وتغسل وتسهر الليالي لو ابنها تعبان؟ محدش عايز أم يا ولاد؟ ياخدني أكون لأم. طول عمري وأنا راكب المترو أو وأنا ماشي في الطريق بشوف شحاتين أشكال وألوان، وكل يوم طريقة شحاتة جديدة وأساليب مبتكرة، لكني أول مرة أشوف شحاتة تطلب الطلب ده. دخلت علينا من باب المترو، كانت ست كبيرة في السن، هدومها بسيطة وباين على وشها القهر والوجع، وبقت تمد إيديها للشباب اللي من سني، الشباب اللي من العشرينات للتلاتينات، وبدل ما تطلب فلوس أو تمد علبة مناديل أو حاجة بسيطة تشحت بيها، بقيت تسألهم لو حد محتاج أم. كان واضح إن وراها حكاية، بس أنا محطتي جت ونزلت وسبتها، مشيت بس صورتها فضلت في خيالي وكلامها بيرن في ودني. فضل كلامها يرن في ودني طول اليوم، وحتى لما نمت بالليل حلمت بيها بتنادي باسمي وبتقولي: مش عايز أم يا حسن؟ أنا عارفة إنك نفسك في أم، وأنا هو قدامك. صحيت تاني يوم وركبت المترو ودورت عليها ما لقيتهاش، فضلت أركز في الأصوات عشان أسمع صوتها ما سمعتهوش. تاني يوم ركبت المترو في نفس الميعاد، وبرضه كنت بدور عليها، وجزء جوايا كان نفسه يشوفها تاني. وقفنا في أول محطة، دخلت من الباب ست كبيرة، قلبي دق اللحظة، لكن لما بصيت كويس لقيتها مش هي. اتنهدت بخيبة أمل، وخصوصا بعد ما عديت محطة واتنين وتلاتة، وبعد ما اليأس اتملك مني الباب اتفتح ودخلت هي، نفس الست، نفس الجلابية متغيرتش، نفس الوش اللي الحزن ساكن ملامحه. وقفت في نص العربية وبصت للناس اللي حواليها، وبنفس الصوت الموجع نادت: محدش فيكم عايز أم يا ولاد؟ الناس سكتت، وواحد من الشباب ضحك وهو بيبص لصاحبه، وواحد تاني قال لها: ايه يا حاجة، أم ايه بس؟ أم يا ابني، أم زي الأمهات. راجل كبير كان قاعد جنب الشباك مدلها ايديه بفلوس: خد يا حاج، ربنا يصلح حالك. بصت للفلوس وبعدين هزت راسها: أنا مش عايزة فلوس. استغرب الراجل: امال عايزة ايه؟ بصت للناس كلها وقالت: عايزة حد ياخدني معاه، يقول لي يا أمي وأنا أخدمه برموش عينيا. ضحكات خفيفة كده طلعت من كذا ناحية، والمفروض الضحك يوقفها، لكنها كملت بمنتهى الجدية: أنا ما عنديش ولاد، ما بخلفش، ومليش حد، ونفسي أكون أم. الضحكات سكتت، وواحدة ست قاعدة جنبها بصت لها بحزن ومدت إيديها طبطبت عليها: لا حول ولا قوة إلا بالله، معلش يا حبيبتي، مش كل الناس ربنا بيكتب لها الخلفة، قولي الحمد لله واشحتي من ربنا الصحة، بدل ما تشحتي ابني وانت في السن ده. بصت لها الست: مش هتحسي بيا عشان انتي مش مكاني، أنا ما يحسش بيا غير المحروم. خلصت كلامها وسكتت، وأنا كنت قاعد مكاني سامع كل كلمة بتقولها، ومش عارف ليه حسيت إن كل كلمة قالتها رشقت جوه قلبي، وكانت مفهومة بالنسبة لي بشكل يخوف، عشان أنا المحروم اللي تقصده، لأن أنا كمان محتاج أم زي ما هي محتاجة ابن بالظبط، بس الفرق إني عمري ما امتلكت الجراءة إني أقولها بصوت عالي. الست مشيت بين الكراسي، وكل شوية حد يحاول يديها فلوس وهي ترفض، ورجعت تنادي من تاني على حد محتاج أم، لحد ما وصلت عند شاب صغير يمكن في أوائل العشرينات، كان بيبيع ولعات وسبح في المترو. وقفته وقالت له: انت عندك أم يا ابني؟ عندي واحدة ومش ملاحق عليها علاج ودكاترة، وبفكر أجيبها تسرح معاكي بكرة، تدور لها على حد عايز أم، يمكن ربنا يكرمكم بواحد ياخدكم انتوا الاتنين يبدل فيكم، حتى لو أم تعبت ونامت في الخط الأم التانية تبقى شغالة. العربية كلها ضحكت وهي ابتسمت معاهم، لكن وانا باصص في عينيها ما شفتش ضحكة، شفت وجع كبير قوي. بعد شوية اتحركت ناحية الباب، وقبل ما تنزل وقفت واتكلمت بصوت عالي: لو حد فيكم محتاج أم أنا موجودة،
الباب اتفتح ونزلت واختفت، وأنا فضلت باصص مكانها. والسؤال اللي فضل يرن في دماغي كان هي ليه بتعمل كده؟ إيه اللي يخلي ست كبيرة تنزل كل يوم المترو وتطلب من الناس إنها تكون أم ليهم؟ مع إن على رأي الست اللي ردت عليها في ناس كتيرة ما عندهمش ولاد وما بيعملوش كده. نزلت رحت شغلي، وهناك حكيت لسعيد صاحبي كل اللي حصل، حكيت له بالتفصيل. سعيد يبقى صاحبي المقرب وتقريبا الوحيد، ومش بخبي عنه أي حاجة في حياتي مهما كانت صغيرة أو عابرة. لقيته رد عليا وهو بيقلب في الورق اللي قدامه. طريقة جديدة للتسول أو يمكن للنصب، ما تصدقش أي حاجة تسمعها، وحوارات المترو والمواصلات دي ما تركزش معاها. اتفضل كمل شغلك، خليني أديك باقي شغلي بقى واستأذن بدري ساعتين. النهاردة الست هانم خطيبتي هتخلص شغلها بدري شوية، وعازمة نفسها على سوشي على حسابي بمناسبة إن القبض كان امبارح. بتحقق أحلامها على حسي، وأنا بقضي باقي الشهر عيش حاف. في زيك أنت برنس، لا راضي تخطب ولا عايز ترتبط ومريح دماغك من العبث ده. وأنا عبيط عشان أعمل زيك واحتار حيرتك؟ أنا مش هتجوز غير لما أجهز كل حاجة، مش هتورط وورط بنات الناس جنبي بالسنين من غير ما أعرف راسي من رجلي. والله عندك حق، أنا مش عارف ليه عملت في نفسي كده. ده أنا صارف عليها زيارات وهدايا وفسح في ال3 سنين دول قد 8 شقة. بس أعمل إيه بقى؟ خفت البنت تضيع مني. في اليوم اللي بعده ركبت المترو برضه، ولما دخلت العربية لقيتها قاعدة وكأنها بقيت جزء من المترو، جزء من رحلتي أنا شخصيا. كانت بتقول نفس الجملة: محدش فيكم عايز أم يا ولاد. لكن المرة دي أنا ما اكتفيتش إن أسمع، فضلت باصص لها وأنا بفكر هي ممكن الست دي ربنا يكون باعتها عشاني أنا؟ السؤال خوفني، يمكن عشان لأني لأول مرة في حياتي حسيت إن الأمنية اللي دفنتها جوايا سنين طلع لها باب، بس أنا دلوقتي خايفة أفتحه. نزلت قبلي بمحطة زي كل مرة، المرة دي ما استنتش المترو يكمل طريقه، نزلت معاها، مشيت وراها كام خطوة وأنا مش عارف هقول لها إيه، ولا حتى عارف ليه نزلت وراها من الأساس. لقيتها ماشية لوحدها على الرصيف، شنطتها الصغيرة متعلقة على كتفها وبتتلفت يمين وشمال زي التايهة. يا حاجة انت يا ست. انتبهت ولفت لي، بصيت لي كام ثانية وبعدين قالت لي: نعم يا ابني. وقفت قدامها، كنت مجهز أسئلة كتيرة في دماغي، لكني لما شفت وشها عن قرب كل الأسئلة اختفت، ولقيتني من غير تفكير بقول لها: أنا محتاج بس قبل ما أخدك عايز أعرف حكايتك. بصيت لي وسكتت شوية وبعدها قالت لي: حكايتي عادية وبتحصل كل يوم، في اللي يستحملها وفي اللي يهرب منها ويهيم على وش الدنيا زي حالاتي. أنا اسمي الحاجة سميرة، عمري ما خلفت ولا كان ينفع أخلف. قالتها ببساطة لكن صوتها كان فيه وجع سنين. عملت كل حاجة ممكن تتعمل، خبطت على كل البيبان، كنت كل ما أشوف واحدة شايلة عيل على أيديها في الشارع ولا أشوف واحدة قدي في السن عيالها بيتنططوا حواليها كنت أرجع بيتي وأعيط. جوزي كان يصبرني ويهديني وأعمل قدامه إني خلاص هديت واسكت، بس من جوايا كنت كل يوم بحلم بطفل صغير يناديني ماما، أجهز له هدومه وصحيلي المدرسة وأفضل مستنياه يرجع واطبخ له بإيدي الأكل اللي بيحبه، أفرح بنجاح وأسقف له لما يعرف يقرأ ويكتب وأكون فخورة بيه. بس ربنا ما كتبهاش. جوزي صبر عليا كتير، بس في النهاية زي أي حد في الدنيا نفسه يخلف ويشوف عوضه، فاتجوز، وبعد سنة واحدة خلف ولد، وبعد الولد بنت وراها بنت تانية. أمهم كانت عايشة دور الزوجة التانية وفرحانة بيه، كان أهم حاجة عندها تلبس وتتزوق وتتدلع، والولاد آخر همها. أنا اللي ربيتهم، أنا اللي كنت معاهم في كل حاجة، لما كانوا يمرضوا كنت أفضل سهرانة جنبهم، لما كانوا ينجحوا كنت أطير من الفرح كأن أنا اللي مخلفاهم، لما حد فيهم كان يخاف كان يجري عليا أنا مش على أمه، ولا لما كان حد منهم يرجع من المدرسة متخانق مع حد أو حد مزعله كان يدخل يحكي لي أنا. أيوة، كانوا بينادوني ماما، وأنا صدقت إني فعلا بقيت صدقت إن ربنا عوضني،
صدقت إن الحرمان اللي عشته كله انتهى. حتى جوزي كان يقولي عيال دول يا سميرة انت أمهم، الأم اللي بتربي مش الأم اللي بتخلف وترمي. وزي كل أم كان لازم أضحي. بقى أصل الأمومة إيه غير تضحية؟ كنت وارثة حتة أرض من أبويا الله يرحمه، بعتها واديت فلوسها لجوزي، اشترى حتة جنب البيت بتاعنا وبدهبي بنيتها ووسعت البيت عشان العيال يلاقوا براح يكبروا فيه. كنت بشتغل في الأدوات المنزلية واجيب جهاز عرايس واكسب منه فلوس حلوة، كلها كنت أصرفها عليهم. اديتهم كل حاجة، فلوسي وعمري وصحتي، لحد ما كبروا وانا كبرت معاهم. البنت الكبيرة اتجوزت وانا اللي جهزتها بإيدي حتة حتة، والتانية حصلتها، والولد اتخرج واشتغل. وهنا انا بطلت شغل اني ما بقتش قادرة. وابوهم كان كل ما يشوفني يقولي ربنا يخليكي ليهم يا سميرة، العيال دي من غيرك كانوا ضاعوا، وانا كمان كنت ضعت معاهم، كل اللي احنا فيه دلوقتي انت السبب فيه. سكتت تاخد نفسها، والابتسامة اللي كانت على وشها اختفت تماما لحد ما ابوهم مات. وبعد موته بأيام الدنيا اتغيرت. البيت اللي عمرته بإيدي وعشت فيه سنين وانا فاكرة انه بيتي، طلع البيه بيعه لولاده من ورايا لانه كان مكتوب باسمه كله. فجأة ما بقتش بالنسبة لهم أكتر من مجرد مرات أب ملهاش أي لازمة في حياتهم. ورجعوا لحضن أمهم اللي عمرها ما أخدتهم فيه وهم صغيرين، وقالوا لي انت مالكيش حاجة هنا ولازم تمشي. أنا في الأول افتكرتهم بيهزروا، يعني قلت لهم كده يعني أمشي أروح فين؟ قالوا لي دي مش مشكلتنا، البيت بيتنا وانت مالكيش فيه حاجة. قلت لهم بس أنا أمكم، أنا اللي ربيتكم، أنا اللي تعبت عليكم، إزاي يعني يكون ده مصيري معاكم؟ فين حقي عليكم يا ولاد؟ رد عليا اللي المفروض إنه ابني وسندي. انت اللي اخترتي تربينا، محدش طلب منك ده، انت اللي كنت محتاجة تكوني أم وحققتي حلمك بينا. يعني لو جيتي للحق انت اللي مديونة لنا، مش واقفة تطالبينا بحاجة انت أصلا منتفعة بيها أكتر مننا. ده كفاية انك حرمتي أمنا من حقها المشروع انها تكون المتحكمة الوحيدة في حياتنا وتربينا على مزاجها. سرقتي منها أمومتها وفوق دول ودول واقفة تقولي بيتي وولادي قدامها كده بكل بجاحة عادي. كان عندهم حق، ما أنا اخترت أحبهم، اخترت أخاف عليهم، اخترت أفرح لما يفرحوا واتوجع لما يتوجعوا. هما ملهمش يد في ده، ولا المفروض يكون دين عليهم. أمهم اللي طلعت طول السنين دي هي المضحية بأمومتها عشاني، وأنا معرفش. ساعتها فهمت معنى مثل يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك. وقتها دخلت أوضتي، أخدت كام غيار وبطاقتي وأوراقي وشوية صور كنا فيها مع بعض ومشيت. خرجت قدامه، محدش حتى قال لي خليكي أو سألني انت رايحة فين. وطلعت كنت عايشة في وهم اسمه ولادي. نزلت الشارع، استنيت حد فيهم ينزل يجري ورايا، كنت كل شوية أبص ورايا ملاقيش حد. استنيت حد يقول لي حقك علينا ارجعي، ملقتش. ومن يومها وانا ماليش بيت وماشية ادور على حد عايز المفروض اكون اخدت درس من اللي حصل لي، بس للأسف بعد ما جربت الأمومة مش عارفة أعيش من غيرها. لأول مرة في حياتي أحس إن السكوت ممكن يكون أرحم من أي كلام. كنت باصص لها وكل كلمة قالتها كانت بتوجعني أكتر من اللي قبلها. على واحدة بقيت وبعدين اتسحب منها الإحساس والحق ده. كنت بمدلها إيدي وأنا بقول لها طب يلا تعالي معايا بقى نروح بيتك الجديد، من النهاردة بقى عندك ابن. ابتسمت وبعدها ضحكت بفرحة ومدت إيديها ليا، وأخدتها على البيت بقرار اتخذ في لحظة ضعف واحتياج وشفقة، وكان أحسن قرار في حياتي. ماما سميرة من ساعة ما دخلت بيتي وحياتي اتحولت لجنة. بقيت أرجع ألاقي أكل مطبوخ وألاقي البيت نضيف وريحته حلوة، وألاقيها مستنياني على الباب بكلمة حمد لله على السلامة يا ابني. والأول مرة في حياتي بقى عندي وهي كمان بدأت تكون واحدة جديدة.
فرحانة ومرتاحة، ولو جبت لها أقل حاجة تشوفها الدنيا باللي فيها. عدت الأيام والسعادة بدأت تبان عليا، لدرجة إن كل اللي حواليا لاحظوا، بس أكتر واحد كان ملاحظ هو سعيد زميلي في الشغل. واللي أول ما حكيت له اللي حصل لقيته هب في وشي وقال لي: أنت مجنون يا حسن، حد ياخد واحدة غريبة ما يعرفهاش ويدخلها بيته ويخليها تعيش معاه؟ أنت ما بتسمعش البلاوي اللي بتحصل اليومين دول؟ أنا عارف إنك محروم من حنان الأم ومن زمان الحتة دي مقصرة فيك، بس مش لدرجة إنك تجيب لك أم من الشارع. الطيبة مش كده يا أخي. كل كلامك ده أنا كنت هصدقه لو كنت قلت لي قبل ما أدخلها بيتي وأعيش معاها، لما دلوقتي بعد ما عشت معاها شهرين بحالهم، لو الدنيا كلها وقفت قصادي وحاولت تبعدني عن الست دي لا يمكن هبعد عنها ولا حتى بعيدها عني. ده أنا حتى بكلامها اقتنعت إن أنا أتجوز وبندور على عروسة أنا وهي أهو. يا ابني هو أنت عبيط بجد؟ ده حتى شرعا لا يجوز، لا يجوز تقعد ست عندك. يا حبيبي كأني جايب مديرة منزل تشوف طلباتي، بس بعملها كأنها أمي. وبعدين دي ست كبيرة يا سعيد، وبقولك هتجوز خلاص. مع إني مش مقتنع، بس براحتك. ويا ترى بقى مين بقى العروسة اللي هترضى بقى بواحد عايش مع ست غريبة ما يعرفهاش في بيت واحد وعاملها أمه وهيخليها حما عليها كمان في شقة إيجار قد الحق؟ لا، ما أنا نويت أشتري شقة تمليك بكل الفلوس اللي معايا. أصل ماما سميرة علمتني إن الأمان في الملك، وكمان هي بنفسها اللي هتشوف لي عروسة بنت حلال وهتعيش في أي ظروف. بطل بقى تحبطني، الحياة مش بالسوداوية اللي بتفكر فيها دي. خلصت كلام معاه ورجعت لشغلي، وهو كمان رجع لشغله واستأذن قبل الميعاد وراح لخطيبته. وأنا خلصت كل الشغل وروحت البيت اللي بقيت بحبه أكتر من الأول. الأم اللي جاتني عوضتني سنين اليتم والحرمان واستقبلتني بأحلى صينية مسقعة، بس ما لقيتهاش لوحدها، لقيتها معاها ست من نفس سنها تقريبا أو أصغر منها حاجة بسيطة. وقفت مكاني، فابتسمت ماما سميرة وقالت لي: تعالى يا حسن ادخل، دي جارتنا أم رحاب، جم سكنوا في الشقة اللي قصادنا من كام يوم وتعرفنا على بعض، ناس كمل ووحدانيين زي حالاتنا ملهمش غير بعض، وأنا بعد إذنك يعني عزمتهم على الغدا. اتقدمت منهم وسلمت على الست أم رحاب. يا خبر يا أمي، تستأذنيني عشان تعزمي حد في بيتك؟ ده بيتك وليكي حرية التصرف، تعزمي وتعملي اللي يعجبك. ابتسمت أمي وحتى أم رحاب ابتسمت. كلك ذوق يا حبيبي ورجولة، بالظبط زي مامك ما وصفتك، يجعله عامر بحسك وبركة دعاء عمك يا رب. ابتسمت ودخلت أوضتي غيرت هدومي، وشوية وندهت عليا ماما سميرة عشان أتغدى معاهم. وأول ما خرجت اتفاجئت ببنت جميلة قاعدة وسطهم، وطلعت هي رحاب. تعرفت عليها واتغدينا سوا، اتكلمنا في العموم عن شغلي وعن دراستها، وقالت لي إنها في كلية تربية آخر سنة، وعرفت إنها يتيمة أب وكانت عايشة هي وأمها في بيت عيلة قبل ما يتباع ويتقسم، وأخدوا نصيبهم وجم استأجروا لهم شقة هنا. خلصت العزومة وأنا دخلت أوضتي وسبت مجال الستات يتكلموا مع بعض، بس منكرش إني عجبت برحاب وعجبتني شخصيتها وطموحها وتفكيرها. ويوم بعد يوم لقيتني بقرب من رحاب بتشجيع من ماما سميرة. اكتشفت قد إيه إحنا شبه بعض، بنحب نفس الحاجات ونكره نفس الحاجات والدماغ واحدة. فقررت أخيرا إن أخطبها، ونزلنا أنا وهي وأمي وأمها، اشترينا دبلة ومحبس وأنصيار رقيق، واتفقنا على كل حاجة، وقرينا الفاتحة وعملنا حفلة صغيرة. هي عزمت فيها 3 من صحباتها، وأنا عزمت صاحبي سعيد وخطيبته و2 زمايلي تاني والجيران اللي نعرفهم، وتمت الخطوبة. وبدأت رحلة البحث عن شقة مناسبة لحد ما لقيت واحدة قريبة مننا، ورجعت بكل فرحة بشرت أمي ورحاب وأمها، وحسينا إن أكبر عقبة في حياتنا خلاص اتحلت، واتفقنا نوضبها ونفرشها بالراحة وعلى مهلنا. وتاني يوم رحت البنك سحبت فلوس الشقة وجبتها عشان ندفعها ونكتب العقود، وسحبت باقي الفلوس عشان أبدأ في توضيب الشقة على طول. ورحت اليوم اللي بعده شغلي وأنا فرحان جدا، وبشرت سعيد اللي فرح لي من كل قلبه. وفي اليوم ده سعيد استأذن وروح بدري ساعتين، والأول مرة اتضايق منه عشان اليوم ده بالذات كنت أنا عايزة أروح بدري عشان أخلص شراء الشقة، بس قلت يلا كل تأخيرة وفيها خير. خلصت الشغل وطلعت في معادي وروحت البيت، حطيت المفتاح في الباب ولفيته وفتحت، ولسه هنادي على أمي اتصدمت من اللي شفته. الشقة فاضية تقريبا من كل الأجهزة الكهربائية، دولابي مفتوح وهدومي مرمية على الأرض، ولابتوبي مش موجود، والأهم الفلوس كمان مش موجودة ولا أمي. خرجت جري على شقة رحاب وأمها، لقيتها مقفولة. فضلت أخبط وارن الجرس وارن على رحاب، تليفونها هي كمان كان مقفول. نزلت البواب سألته عليهم، دول خدوا العفش وراحوا يحطوه في شقتكم الجديدة يا بيه، ربنا يجعلها قدم السعد عليكم يا رب. استغربت، شقتنا الجديدة ايه؟ مفيش شقة جديدة، انا تقريبا كده اتسرقت يا عم حسنين.
خلصت كلامي وجريت على صاحب البيت أشوف لرحاب وأمها عنوان في عقد الإيجار. اكتشفت إن اللي مأجر لهم الشقة راجل معرفوش، ومدة العقد سنة واحدة بس، ومفيش أي معلومة عنهم. رجعت البيت وأنا هتجنن وبقول لنفسي معقول ده كله نصب؟ معقول سميرة اللي حبيتها من قلبي واعتبرتها أمي طلعت نصابة؟ جريت على سعيد وحكيت له اللي حصل. لقيته سكت شوية وقال لي من البداية وأنا مش مطمن لا اللي اسمها سميرة دي ولا لرحاب ولا أمها، وياما حذرتك وأنت ما سمعتش كلامي. اشرب بقى يا حسن وادفع تمن رمرمتك في الناس اللي ما تعرفهاش بقى. يعني بذمتك ده وقت تقطيم؟ أنا جاي لك تشوف لي حل، ده شقة عمري، ده مستقبلي وكل ما أملك، ده قلبي يا سعيد. مفيش حل غير إنك تروح تبلغ البوليس وتعمل محضر سرقة، وهينتهي بجملة القانون لا يحمي المغفلين، وانت أكبر مغفل أنا شفته في حياتي بصراحة. خلص كلامه وراح قعد على الكنبة ومسك ريموت التلفزيون وبدأ يقلب فيه كأنه بيعاقبني على غلطتي وعدم سمعاني الكلام بالتجاهل والتخلي. رحت على الاسم وعملت محضر باسم سميرة عبد الوهاب ورحاب محمد، وامها اللي معرفش غير إن اسمها سناء، وديتهم مواصفاتهم وصورهم، ورجعت البيت وأنا هتجنن. تاني يوم طلعت قبل ميعاد الشغل، رحت المترو أدور عليها بين الناس وجوه عربيات المترو ما لقيتهاش. رحت في المحطة اللي كانت بتنزل فيها وبرضه ما لقيتهاش. بقيت أوري صورها اللي على تليفوني للناس محدش اتعرف عليها. رحت الشغل وأنا حاسس إني تايه ومخنوق، شقاية وتعبي والخيانة والخذلان، وسنة كاملة وأنا مع ناس اديتهم كل مشاعري وطاقتي ووقتي وتعلقت بيهم، وفجأة اختفوا من حياتي. قعدت على مكتبي ومسكت الملفات وبدأت أشتغل وأنا مش مركز أبدا. سعيد لما شاف حالي أخد مني الشغل يخلصه بدالي، وطلب لي ليمون وفضل يواسي فيا ويصبرني، وأخد مني صورة سميرة ووعدني إنه هيدور عليها معايا ومش هيقدر غير لما يلاقيها. خلصنا شغل وطلعنا أنا وهو على المنطقة اللي قالت لي إنها كانت ساكنة فيها. ملقتش حد يعرفها هناك، ولا حد اتعرف على صورتها، ولا في ولاد جوزها، ولا في أي حاجة من الحاجات اللي قالتها لي. رجعنا من هناك وأنا حاسس بوجع في قلبي، وجع لا يطاق، حاسس إن حياتي وقفت وحاجة أكبر من الفلوس والأجهزة اتسرقت مني. أخدت أجازة بدون مرتب من شغلي وقعدت في البيت مكتئب، وعدى على الحال ده 3 شهور. مفيش غير سعيد بس هو اللي بيسأل عليا وبيجيب لي أكل وشرب. وفي يوم لقيته جاني وقعد جنبي وهو محرج ومش على بعضه. بصيت له وعرفت إنه مخبي حاجة، ولما سألته اتردد شوية وبعدين قال لي بص يا حسن، مش عارف أقولك إيه، بس يعني أنت صاحبي وأقرب حد ليا ولازم أصارحك. أنا ظروفي على قدي وأنت عارف، مش هقدر أشيلك أكتر من كده. ربنا وحده اللي يعلم الشهرين 3 اللي فاتوا دول كنت بدبر نفسي إزاي. ده غير إن أهل خطيبتي ضغطوني اليومين دول وقالوا لي يا تشيل يا تسيب، وأنا مضطر بقى أحفر الأرض وأجيب فلوس عشان أتجوز، هاخد قرض واستلف وأعمل جمعية، هتدين وألم دوري. كفاية كده بجد، وأنت كمان كفاية حزن على اللبن المسكوب، وفوق بقى وارجع لشغلك وحياتك. الدنيا مش هتقف قدام موقف عدى وعلمك درس، حتى لو الدرس كان صعب، بس هو العالم مش ببلاش. عزيت دماغي واتنهدت وقررت إن فعلا كفاية كده، وارجع شغلي واستأنف حياتي. ورجعت، بس غصب عني كنت كل يوم في المترو ادور عليها. منكرش انها وحشتني برغم اني مقهور منها. كان نفسي اسمع صوتها مرة تانية. كنت افتش عليها في وش كل ست كبيرة مستني كلمة محدش عايز امي يا ولاد، لكن للأسف مفيش. كأنها فص ملح وداب، او حلم من ضمن احلامي اللي حلمتها بان يكون عندي ام وحققتهولي جنية الاحلام، بس اخدت منه في المقابل كل حاجة. وبدأت الايام تعدي شبه بعضها، لغاية ما في يوم جاني سعيد بفرحة واداني كارت دعوة على فرحه. أخدت منه الكارت وباركتله، ويوم الفرح رحت عشان أقف معاه واتفاجئت إنه عامل فرح في قاعة حلوة جدا وباين عليها مش رخيصة ومتتناسبش أبدا مع ظروفه، بس مرضتش أدخل نفسي في حاجة ملياش فيها ولا سألته. حضرت الفرح وباركت للعرسان وروحت. بدأت أفكر في هدية مناسبة أوديها للعرسان لما أروح أبارك لهم في شقتهم الجديدة. فضلت أقلب في صفحات الفيس واستقريت على مجموعة تابلوهات خشب لمناظر طبيعية شيك وغاليين ومناسبين، فدخلت طلبتهم، وأول ما وصلوا أخدتهم ورحت لهم، ودخلت شقتهم كانت جميلة ومنظمة ومش ناقصها حاجة. فرحت له من كل قلبي. ومراته غدا قدمت لنا العصير والضيافة ودخلت المطبخ، وأثناء ما بنتكلم أنا وسعيد جت من جوه فرحانة وبتقول له بارك لي يا سعيد، أنا اتقابلت في الشغل اللي كنت مقدمة فيه، وشك حلو علينا يا حسن. ابتسمت وباركت لها، وسعيد كمان بارك لها. استأذنت ومشيت، وبعد حوالي أسبوعين في المكتب لقيت سعيد بيتكلم في التليفون
بيرتب لحفلة عاملها لمراته غادة يفاجئها بيها احتفالا بشغلها الجديد، وده بتنسيق مع صاحباتها اللي رتبوا له كل حاجة وحجزوا له في النادي كمان، وهو عزمهم واحدة واحدة وكان متحمس جدا للمفاجأة اللي عملها لها، وأنا كنت براقبه ومبتسم لفرحته. رجعت بيتي وبدأت أشتغل على اللابتوب اللي اشتريته بالقسط، فتحت حساب الفيسبوك وبحثت على رحاب للمرة اللي مش عارف عددها. بعدها خرجت لما معرفتش أوصل لحاجة كالعادة، ودخلت نمت. وتاني يوم سعيد عمل غياب عشان يحضر لحفلة مراته، وأنا خلصت شغلي وشغله ورحت في ميعاد الانصراف. مرجعتش البيت وقعدت أتمشى شوية، وفجأة وقفت لما لقيتني قدام النادي اللي سعيد عامل الحفلة فيه. ابتسمت وقلت أدخل ألقي نظرة كده من باب الفضول من بعيد وأمشي، كده كده هو مش عازمني فأنا مش هظهر نفسي نهائي. دخلت، مش عارفة أقول يا ريتني ما دخلت ولا الحمد لله إني دخلت. وقفت مكاني وأنا شايفهم من بعيد، سعيد وغادة ومعاهم سميرة ورحاب. الصدمة لجمتني، وخصوصا لما لقيت رحاب بتهزر مع سعيد وبيضربوا كف بكف، وسميرة بتضحك مع غادة. قربت منهم بخطوات هادية وأنا حاسس إن قلبي هيخرج من بين ضلوعي. وقفت وراهم، وأول واحدة شافتني سميرة، وقعت من إيديها كوباية العصير وبرقت كأنها شافت عفريت، ومن منظرها لف سعيد عشان يشوف اللي خلاها اتخشبت كده. ولما لقاني نط من الخضة ومسك في غادة. أما رحاب فحطت إيديها على بقها ورجعت خطوتين لورا. وقفت قدامهم، سبت الكل وبصيت لسعيد وسألته بكل الوجع اللي جوايا: ليه يا سعيد؟ لقيته بص لأصحاب غادة التلاتة ومشاهم، وبعدها لف عليا وأخد نفس عميق ورد: عشان كنت عايزة أتجوز والدنيا ضاقت في وشي. كنت عارف إن أنت الوحيد اللي هتحل أزمتي، بس كنتش عارف أدخلك إزاي. لو قلتلك سلفني مبلغ زي ده كنت هترضى؟ كان صعب أسرقك بإيدي عشان فلوسك كانوا في البنك، بس دخلتلك من أضعف نقطة فيك، من احتياجك لأم، وما سألتك في الحتة دي. كنت عارف عنك تفاصيل مخلياني كشف كل حياتك، كنتش بتخبي عني حاجة، ودي أحلى حاجة فيك. فكرت ودبرت والتنفيذ كان ولا أسهل. وما تنكرش إني حذرتك في البداية وخلصت ضميري، وإنت اللي عاندت وصممت على في دماغك ونفذته. ابتسمت بوجع وبصيت لها بعتاب الكون كله. متكلمتش ولا سألتها عن حاجة. لقيتها بتقولي: أنا كمان كنت محتاجة فلوس، وبنتي كمان كانت محتاجة فلوس، وغير كده كنت بساعد بنت أختي، وعلى رأي سعيد القانون لا يحمي المغفلين، والمحضر اللي عملته هيطلع في شنك، أصل ما عندكش أي دليل إننا سرقناك والحرامي بشيلته. ده قانون الحكومة. طب وقانون الإنسانية؟ ده أنا حبيتك واعتبرتك أمي، وأنا وسط كلامي قلتلك الخلاصة اللي لو أخدت بالك منها ما كانش كل ده حصل. قلتلك إن ولاد جوزي ما صانوش محبتي ليهم عشان ما أجبرونيش عليها، وبكده سقط حقي عليهم. وأنا ما أجبرتكش لا تاخدني ولا تحبني ولا تخليني أمك، أنت اللي اخترت تعمل كده بمحض إرادتك، عشانك مش عشاني. أنت اللي كنت محتاج لي مش العكس. وهو كمان ما فيش حد عاقل ياخد أم من الشارع، احنا مش عايشين في المدينة الفاضلة يعني هنا. دي مش طيبة، ده هبل، وهو درس يعلمك. بصيت لرحاب اللي بصت للأرض وما نطقتش بولا كلمة. هزيت دماغي بقلة حيلة وحسرة، وكل اللي عملته إني لفيت وشي وسبتهم كلهم ورايا، صاحبي وأمي وخطيبتي وشقايا وسنين عمري اللي فاتوا. رجعت بيتي وبدأت ألم حاجاتي كلها، وتاني يوم قدمت طلب بنقلي من مقر الشركة لفرع تاني في بلد تانية، وبدأت من جديد. بدأت لوحدي من الصفر، بدأت بقناعة جديدة ما كانتش نفس حسن الساذج اللي خرج من بيته. اتعلمت إن الحرمان ممكن يخلي الإنسان يتعلق بأي إيد تتمدله، وإن الطيبة من غير وعي ممكن تتحول لنقطة ضعف يستغلها اللي حواليه. أيوة هم سرقوا فلوسي، لكن أكتر حاجة وجعتني لما اتسرقت مني كانت ثقتي في الناس وفي نفسي. وفهمت إن بعض الأبواب مهما تمنينا ندخلها لازم تفضل مقفولة وما نخبطش عليها أبدا، لأننا ما نعرفش إيه اللي مستنينا وراها. ودلوقتي أنا في مكان جديد وبشخصية جديدة تماما، ووعدكم إني هاخد حقي منهم تالت ومتلت، ومش هبقى ساذج تاني. وأول لما أعمل كده انتوا أول ناس هتعرفوا